واتساب جورز اند بويز، ورجعنا لكم فيديو جديد. ما نعرفش علاش اليوتيوب يكرهني صاحبي. قد ما نخدم، قد ما نعمل مونتاج غير عادي، تصوير غير عادي، تسجيل غير عادي، قد ما نعمل ديما اليوتيوب بيزق عليا. الله اعلم علاش. حاسي لو قررت وقتها فجأة باش نبطل اليوتيوب خاطر فيديوهات ما يستعمل في حتى رياكت، ما يستعمل في حتى فيوهات، يا اخي قررت باش نبطل اليوتيوب. طاح نلقى زيدها شيكس عامل لي كومنتير على الفيديو من الفيديوهات بتاعي. اولي شيت، كيفاش شاف القناة بتاعي، كيفاش لقى الفيديو، كيفاش حط لي كومنتير، مخك يقف. حسيلو حليت اليوم الانترنت كالعادة، ندور او ماي جاد، عرضني نلقى ابو فلا بدل الستاب. علاش بدل الستاب وباعه بالاحرى؟ علاش الله اعلم. دخلت الفيديو نتاعو باش نتفرج ونلقاه اللي هو فلس وما عادش عنده الفلوس اللي تخليه يقعد في نفس الفيلا ذيك والسيتاب هذاك. اما برجولي حاسس فما حاجه غريبه، حاجه مش عاديه. كي ابو فلا يخسر فلوسه الكل، ابو فلا اللي عامل حمله لم فيها 10 مليون دولار، ليه صعيب شويه ابو فلا يفلس. حسيلو قعدت ندقق واكتشفت اللي ابو فلا عملها خدعه تسويقيه ذكيه على الاخر. هو صحيح في 2022 كانت اخي بعام ليه وما هبطش فيه برشا فيديوهات وما دخلش فيه برشا ارباح، اما كوميم 2022 ما تفرقش بالنسبه لي على 2020 ولا 2021. وبرغم ذلك كان في سيتابات خير شوي من اللي هو فيها تو. عملت روحي ما ريت حتى شيء وقعدت ندور في الانترنت لين عرضني قصة اكتئاب بنداريتا اللي ضحك فينا، مكتئب بطلع وحاول ينتحر. هيلنا ايش صاير في الدنيا؟ مخك يقف بصراحة، مخك يقف. اما مش هذاك اللي صدمني، اكثر حاجة صدمتني اللي انا زدت مشترك. ياب مامان، زدت مشترك، تصدق ولا ما تصدقش، انا زدت مشترك. احتفالية للصباح اليوم. والحاجة الاخرى زدا اللي فرحتني، صدمتني هي صحيح اما زدا فرحتني، هي انسايز طلع حي ماهوش مات بعد ما انتشر اشاعة انه مات. بصراحة وجعتني على الاخر، خاطرني واحد من اللي تابعوا فيه طلع حي وهبط فيديو باهي وما طلعش ميت كما قالوا. زدت تعمقت شوي في الانترنت واكتشفت حاجة اخرى، حاجة صدمتني وحزنتني على الاخر، وهي خبر اعتزال يس بلايز كما تعرفوها، اللي كان يعمل موديل GTA. يعني طفولتي كبرت معاه انا. يس بلايز اعتزل، قرر انه باش يعتزل. المتابعون الذين دعمونا منذ البداية، تخيلوا منذ سنة 2015 حتى سنة 2023. وزيدا فما خبر اخر صدمني بصراحة، ما يفرقش عندي، لا فرحني لا حزني. هو خبر ايلون ماسك ما عادش اغنى رجل في العالم، ولا ثاني اغنى رجل في العالم بعد ما فقد 60% من ثروته اللي تعادل 200 بليون دولار مع مشاريع فاشلة في تويتر. وزيد هبط تغريدة حط فيها تصويت بالناس اللي يحبوه يعتزل من تويتر وبالرسمي بطل تويتر. وكهو ذيك الاخبار الجديدة. للاسف ما فما حتى خبر فرح شوية كي يرجع فينا الروح. اما برجولية الولاد نحب نحكي معاكم، يشترك الزح تتفرج تكونسومي وما تشتركش، تشترك الزح هذيك تفرق لي انا على الاخر. عندي 3 مشتركين يجي اشترك الزح بالرسمي. كي نزيد مشترك مخي يقف من الفرحة يا ولدي، ما عادش فاه. وهكا نكونوا كملنا الفيديو. استمتعوا بالجيم بلاي دقيقة ولا 2 وبيس اوت.